إنشاط العقول من عقال الفضول في علم المنطق. تأليف محمد حوبل بن شيخ مصطفى حفصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مقدمة. الحمد لله القديم الباري مكور الليل على النهار، من ميز الإنسان بين جنس الحيوان ناطقا بالحس، ثم السلامان على المختار والآل مع صحابه الأخيار، وخير من بايعه بالقلم وبمداده الخديم الأعظم. وبعد، فاعلم أيها الإنسان بأن ما يقوله اللسان يعصمه المنطق إن تعلم من خطأ قد قال هذا العلماء. من أجل ذا لفت في ذا الفن ما فيه عصمة بدون شيء. ألفت ذا الكتاب يا إخواني لوجه ربي طالب الغفران، سميته أخي بإنشاط العقول، من العقال شده داء الفضول. وبارك اللهم فيه واجعل ثوابه خير ثواب مكمل، بجاه شيخنا خديم المصطفى من حبه نعمة ربي شفاء. اختلاف العلماء في جواز الاشتغال بالمنطق. هناك من يحرم اشتغاله بالمنطق الذي أرى الحلال وهو النووي، ويرى تحريم ابن الصلاح واطلبا علوم. عند الغزالي جاز سيما ألد يكمل عقله وذي دين خذ. فصل في اقسام العلم. قد قسم العلم لقسمتين عند المناطقة دون مين، فسمي الأول بالقديم كعلم ربنا العلي الرحيم، وسمي الثاني بعلم حادث كعلم كل بشر وحدث. أنواع العلم الحادث. العلم في المنطق حادث كما حدث شيء غيره وتعلم، وهو أخي نوعان. كان الأول تصورا سمي فيما ينقل، والثاني قد سمي بالتصديق لدى المناطقة يا رفيقي. أما التصور لدى التعريف إدراك شيء مفرد مألوف كصورة الإبل والإنسان وصورة الشمس يا إخواني، فمفردات هذه في الذهن تحضر عند ذكرها وسلني. أما إذا الحكم عليها قد واد فذلك التصديق قلت لا فند، كقولك الشمس تضيء والإبل تحمل ثقالا ولا تشكو الملل. وهكذا الإنسان ينطق، فذا حكم على الأفراد يا أخي خذا. لا بد من تقدم التصور عليه في الوضع، وقس وفكر، لا بد منه إنه مقدم طبعا على التصديق سوف تعلم. وفي الدراسة وفي التأليف وغيره قدمه في الصفوف، وانسب كليهما إلى الضروري والنظر ولتبعدا عن زور. أما الضروري فما لا يعمل الفكر فيه كن دواما تعقل، بحيث معناه أخي سيدرك إن أطلق اللفظ ودع من هتاك. إن كان معناه إلى التأمل يحتاج فهو نظري وعقل. أما الذي يشرح معنى المفرد فذاك قول شارح لا تعتد، وهو معرف. وأما الموصل أخي إلى التصديق فيما يعقل فهو بحجة وبدليل، أو قل ببرهان أيا خليلي. سمي عند علماء المنطق ولتفهما ما قلته وصدق تغير العالم حجة على حدوثه، هذا دليل عقل. أنواع الدلالة اللفظية. واللفظ إن دل على المعنى ألذ وضع يا أخي له وتأخذ، بحيث قد وافقه فهو دل. لة المطابقة سماه المل، كلفظ إنسان أخي ينم عن حيوان ناطق يتم. أما على الجزء إذا يدل اللفظ كناطق تخل، فسمه دلالة التضمن، وامض لما بقي منها واعتن. قد بقيت دلالة التزام، سوف ترى تفصيل في النظام، فهي خروج اللفظ عن معنى وضع له أخي في الأصل. كن من قد خشي إلى الذي يلزمه كالضحك
يلزم إنسانا ومل عن إفك، فصار يعني الضحك لفظ إنسان من بعد تسميته به فلان. مباحث الألفاظ. تستعمل الألفاظ في الأقوال بقدر الإله ذي الجمال ليتفاهم جميع البشر. نحمده جل عظيم القدر. وهذه الألفاظ إما ركبت مثل الإضافة أخي أو أفرد. أما المركب فجزء المعنى دل عليه جزءه نلنا المن، كنحو قولك مريد الله، هذا مثاله وحيد عن لا. إذا حذفت أي جزء منهما فجزء معناه سيبقى وفهما. وعكسه المفرد مثل الحرف قد كان واحدا كواو العاطف، ليس له جزء، ومثل زيد له حروف علما لفرد، فجزء معناه أخي لم يكن دل عليه جزءه والتفتن. أقسام المفرد. قد قسم المفرد أهل المنطق لقسمتين واسمعا وصدق، أولاهما الكلي ثم الثان قد كان جزئيا ومل عن جان. وكل لفظ كانت الأفراد كثيرة أتاكم المراد، واشترك الجميع في المعنى لب، وضع في الأصل له وتأخذ، فذاك كلي كلفظ إنسان ليس بواحد يخص في زمن. وعكسه الجزئي وهو ما يخص بالشخص في التعيين وفهما وقص، كلفظ سنكو من يراه الشعب رئيسهم وهو لديهم حب. ولتنسب الكلية للذات إذن درج فيها في الحقيقة علن، فالحيوان صفة مندرجة في ذات إنسان وليست مخرجة، وناطقي صفة تندرج في ذاته أيضا أخي تمتزج، لكن إذا لم يكن هكذا فذاك يكون عارضا حذار منها لك. مثال ذلك أخي كمختار لم يندرج في ذاته ولتستمع، بل صفة عارضة لا يمنع عدم كونها إذا ما يقع من أن يكون المرء إنسانا كامل. بين ذلك كبار العلماء. الكليات الخمس للمفرد. توجد في المنطق كليات تعد خمسا قالها الهداة، والجنس أولاها كلفظ الحيوان دل على ذي الروح مثل الإنسان ونعم وسمك وغير ممن له حركة كالطير، وهو ثلاثة من الأنواع. أولها جنس قريب راع كالحيوان، ويليه في العدد جنس بعيد مثل جوهر يحود، غيرهما سمي بالجنس الوسط، وهو أخي بينهما دع الغلات. وتحت لفظ الحيوان جزء وليس فوق جوهر يامر، وليس شيء فوقه والجسم جنس وسيط. هل أتاك الفهم؟ يدخل فيه الحيوان والجمد وما إلى ذلك لازم الرشد. تلك هي الأنواع قد أوردت بيانها يليه ما أسلفت. والثاني منها الفصل وهو جوهر كناطقية، وذا ما يذكر يميز الإنسان عن بقية أفراد جنس وابعدا عن بقية، وهو فقط ينطق باللسان صاحب عقل سيد الأكوان. وهذه الصفة تلزم البشر حقيقة لا عرضا فلتعتبر. والثالث العرض مثل الأكل والشرب والمشي وخذ بالفضل، يفعلها الإنسان والأنعام في بعض أحيان أيا غلام. والرابع النوع كلفظ إنسان وفرس وأسد خذ البيان، اشتركوا في الحيوان وانفصل في النوع كل نلتم كل الأمل. خامسها الخاصة مثل ابتكار خص بإنسان فقط في الاعتبار، لكنه ليس جميع البشر يفعله، وافهم بدون خور. نسبة الألفاظ للمعاني. نسبت الألفاظ للمعاني عند المناطقة يا إخواني، فقسموا النسبة خمسة من الأقسام، واستمع إلي لا أضل. أولها تواطؤ وهو لب قد استوى الأفراد في المعنى خذ كلفظ إنسان، فالتفاوت
بين بني الإنسان فيه وقنوت، والثاني ما معناه فيه قد ظهر. تفاوت كلفظ نور واعتبر، يسع نور الشمس نور القمر، يفوقه وقس فهذا ما دري، وهو تشاكك. وأما الثالث فهو تباين أخي أحدث، كلفظ إنسان ولفظ فرس، شتان ما بينهما والتقس، كلاهما نوعان. أما الرابع فهو اشتراك واسمعا يا سامع، كلفظ عين وهو ذو المعاني، اختلفت ولتكن ذا الإيمان. وقد أتك 5 الأقسام، ترادف وهو ذو الختام، وهو كما بين ما تختلف ألفاظه كبشر ولتعرف، ونحو إنسان ولكنهما متحدا المعنى فافهمنا كليهما، وكغضنفر ونحو أسد لا فرق في معناهما ولترشد. ينقسم اللفظ كما قد أراد لطلب أو خبر ولتعبد، والخبر القول الذي يحتمل صدقا وكذبا نحوه هذا مشكل، ويشمل الطلب أمرا ودعاء، والنهي والعرض تمن وقع، وما إلى ذلك. أما إن صدر الأمر للأسفل من أعلى المقعر فهو يسمى الأمر، أما العكس فهو دعاء وليأتي جيب الفلس. إن صدر الأمر من المساوى درجة فهو التماس قد ثوى. فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. إن ورد الحكم على الجموع فهو يسمى الكل في المسموع، مثاله يحب خادم الرسول، كل المريدين فأحبب ذا قبول. إذا جرى الحكم لكل فرد فسمه كلية والتهد، كل مريد بيلوذ يسعد، قد قاله الخديم وهو أحمد. وحين يجري الحكم للبعض فذا جزئية يكون يا أخي خذا، كمثل بعض الناس اغنياء، سبحان من يفعل ما يشاء. فصل في المعرفات. وللثلاثة المعرفات قد قسمت جاءتكم الهبات، أولها الحد يليه الرسم، كذاك لفظي عداك الوهم، والحد حدان فحد تم وناقص والتفهاما غلام، والتم ما في لفظه جنس قريب، والفصل تب لله غافر الذنوب، كنحو قولك لدى التعريف كلمة الإنسان في المألوف بأنه لحيوان ناطق، وليس كالحمار قولي صادق. أما ورود الفصل وحده لدى تعريفنا فذاك ناقص بد، كنحو قولك أخي الإنسان يعرف ناطقا وذا بيان، أو جاء فصل معه الجنس البعيد. ولتأخذا مني مثالا قد يفيد، كقولك الإنسان جوهر يرى، ينطق باللسان عند من درى. والرسم نوعان، فأما الأول فهو يسمى التم فيما ينقل، وهو أخي جنس قريب ورد مع خاصة ولتطلبن الرشد. مثال ذلك أخي الإنسان لحيوان شاعر يعان. والثاني رسم ناقص وهو يرى إرادة خاصة فقط فيما جرى، كقولك الإنسان شاعر بحي، قد حذفت الحيوان يا أخي. أو معها الجنس البعيد في المثل، قل يا أخي الإنسان جوهر يقل، وكاتب وشاعر مخترع، سبحان من خلقنا وينفع. ولنأتي باللفظي وهو أن يرى اللفظ عرف بلفظ أشهر، مثل غضنفر بلفظ الأسد، عرف مبدلا به ولتهتد. يشرط في الكل اضطراد وانعكاس، أي مانعا وجامعا قس بالقياس، بحيث لا يخرج شيء منه وفيه لا يدخل وافهمنه. من الشروط كون ذلك رديف، أظهر منه واسلك النهج شريف. ومنه أيضا نفي إتيان المجاز بلا قرينة وتبتنى المفز. وعد من شروطها أن لا يكون معرف اللفظ يسويه أبين، وليكن معلوما ولا محدودا، يحتاج للتعريف كن محمودا، ولا يكن مشتركا من القرين.
يخلو ولد بالله ربنا المعين بحد ذاته ولا بالحكم. يعرف اللفظ وتب من إثم، وبعد ذكر الحد من حدود يمنع ذكره أو على المعهود، لكن يجوز ذكره في الرسم. هنا انتهى تفصيل هذا الفهم. فصل في القضايا والأحكام. وكل قول صدقه وكذب يحتملان أيها المهذب، فسمه قضية وخبرا عند المناطقة الآ فيه امتراء. أما القضية فللقسمين قد قسمت أخي بدون مين. أولاهما قضية حملية، ثانيهما قضية شرطية. لقسمتين قسمت حملية شخصية قلوة لكلية، ومثل زيد كاتب شخصية دالت على معين الأمرية، قد سورت كلية بالسور أو أهملت منه على المذكور. والمهمل اللفظ الذي مسور، وكان كالكلي معنى وصبيرا، كلفظ إنسان إذا لم يكن مسورا بالكل بالدرس اعتن. للسور 4 من الأقسام، كل وبعض باركا نظامي، وثالث الأقسام ليس بعض يليه لا شيء أتاك الفيض. جميعها إما يكون موجبا أو كان منفيا وأعني سالبا. قد وصلت إذن إلى 8 أقسام كل يا أخي لا ثانية: شخصية سالبة أو موجبة، مهملة موجبة أو سالبة، كلية موجبة أو سالبة، جزئية سالبة أو موجبة. وسم ما في النحو كان مبتدأ، في المنطق الموضوع هكذا بدا. وسم أيضا ما يسمى الخبر في النحو محمولا هنا حيث جرى. أما القضية التي شرطية قد سميت فهي رجلية، وهي التي لها أداة شرط إما لدى الألفاظ ضمن الخط، أو لوحظ الشرط لدى المعاني. واستمعوا إلي يا إخواني. وهذه القضية شرطية نوعان ياتيان دون مريا. قد سمي الأول بالمتصل، والثاني قد سمي بالمنفصل. أول جزء هذه شرطية فسمه مقدما لا مريا، وتاليا سمي جزء باق. ولتبعد دوما عن النفاق، لا بد من تلازم الجزئين في النفي أو في العكس دون مين. لا بد من ذلك في شرطية ذات اتصال وامضي للبقية. إذا أتى أخي كلا الجزئين نوعين من جنس وميز بين، فسمه أخي اتفاقا كالحمار ولفظ إنسان وكن ذا الاعتبار. ولنأتي يا أخي بذات الانفصال ذات التنافر وراجع المأقل، وليس في جزئيهما تلازم، وهي 3 على ما قسموا. أولها مانع جمع ويلي ما يمنع الخلو هذا ينجلي، والثالث الأخص والحقيقي كليهما يمنع يا صديقي. فصل في التناقض. إن التناقض هو اختلاف قضيتين قاله الأسلاف في الكيف أي في النفي والإثبات، والصدق أخرى واسمع عن ما يأتي. والنقد في القضية شخصية إيراد كيف ضمنها الأمرية. بدل لدى مكان زيد كاتب بنحو ليس كاتبا يا تائب. بدل أخي بالكيف مهملا إذا أردت فيه النقد كي ينفذ. أما إذا قد سورت بالسور تلك القضية على المذكور، فأتي بضد سورها في النقد كمثل إيجاب وكل وقد، وضده سالبة جزئية. ولتفهم كليهما يا فتيا، هذا هو في موجبة جزئية تنقض بالسالبة الكلية. فصل في العكس. واعلم بأن العكس أن تقلبا جزء قضية ولازم أدبا، ومع ذلك سيبقى الصدق والكيف والكم عداك الحمق. لكن إذا الكم يرى كموجب كلي بدله أخي، ولتكتب بموجب جزئي بدله إذن. ولتفهما ما قلته يا من فطن.
كل القضايا جاز فيها العكس، إلا التي سوف ترى لا تقص، إلا التي توجد فيها الخسان. هما أخي نفع وجزئي فلا، مهملة سالبة في قوة، جزئية كخستين وصمت. قضية حملية هي لا يجعل فيها العكس واعبد وقنوت. قضية شرطية متصلة يجعل فيها العكس كن بذي صلة. ذلك ما رتب طبعا إن يكن بالوضع رتب فلا عكس إذن، كمثل منفصلة شرطية فليس فيها العكس دون مرية. فصل في القياسين الاقتراني والاستثنائي. أكثر من قضية واحدة يؤلف القياس عند الزمرة، بحيث يستلزم قولا آخر يفهم منه بعدما القول جرى. هناك قسمان من القياس كليهما نورد في القرطاس. بالاقتراني يسمى الأول، وليس لكن فيه جاء يدل على النتيجة التي تستخرج من المقدمات، وهي تنتج بقوة ضمن المقدمات أجزاؤها توجد ما يأتي. واعلم بأن جملة حملية تركب القياس دون مرية، وهكذا من جملة شرطية قد ركب القياس ملعا فرية. لا بد من ترتيبك المقدم وأخذ ما صحت وترك الفاسد. لا بد منه يا أخي حين تريد تركيبك القياس، صدق يا مريد. لا بد من تكرار حد وسط. أيضا لدى المقدمات خطط، إن لم تكرره فلا نتيجة تحصل. كرره يا خديجة. أقل إفراد يسمى أصغر حد، وأكثر يسمى أكبر. كبرى المقدمات قد تضمنت أكبر حد يا أخي فيما ثب. صغر المقدمات ضمت أصغر حد من الحدود، هكذا جرى. وألغي حدا وسطا بعد الظهور نتيجة القياس، وافهم ما أشير. ولنأتي بالباقي من القياس، وهو أخي استثناء دون باس، يصحبه لكن وسوف يأتي تفصيله. ولتفعل الخيرات سمي أيضا لوجود شرط فيه أخي شرطية دون فرط، بالفعل لا بقوة يدل على نتيجة القياس خل، وهو على ضد النتيجة يرى. يدل أيضا ليس في قول امتراء، إن يكن القياس من شرطي متصل ومل عن الغبي فيثبت الجواب حين يثبت الشرط عن قيل وقال واسكت. والشرط مرفوع إذا الجواب يكون مرفوعا وصمت ثاب. أما إذا عكست ما قد قلت لك فلا ينتج شيء تبت. إن كان من شرط أخي انفصال قد ركب القياس خذ مثالي، فهو إذن إما يكون مانعا جمع أو الخلو يمنع اسمع، أو مانعا كليهما فمانع جمع ترى بيانه يا سامع. فبثبوت واحد الاثنين سيرفع الآخر ملعا مين، لكن برفع واحد الاثنين لا يثبت الآخر ميز ذين، لأنه فقدهما لا يمنع بل يمنع الجمع وقيس ستع. ويثبت الآخر إن يرفع أحد هما لدى منع الخلو لا فند، لكن لدى ثبوته فالآخر ليس له رفع وإني شاكر، لأنه جمعهما لا يمنع بل يمنع الفقد فقط إذ يقع. ولتثبتا أو ترفعا في مانع جمع خلو واسجدا للرافع سيرفع الآخر في الإثبات. في الرفع يثبت وخذ ما يأتي يقبل ذلك فقط ويمنع جمعهما فقدهما. ولتسمع فصل في الأشكال. لا بد للقياس من ضروب إن كان سور فيه ملعا حوب، لكن إذا لم تكن الأسوار فيه فذو الأشكال يا خيار، وهي لديهم حسب حد الوسط 4 خذها لدى المخطط. أولها شكل الذي الحد الوسط جعل محمولا حذار من غلط، جعل محمولا لدى المقدم
أعني بها الصغرى وكن بذي همة، وجعل الموضوع في المقدمة. أعني بها الكبرى وخذ بالمكرومة. والثاني جعل الحد محمولا لدى كلتيهما ولازم ذوي الهدى. والثالث الذي لدى كلتيهما جعل موضوعا أخي وافهمهما، ولتعكس الأول كي يكون رابع شكل كلها أبين. وأكمل القياس في ترتيب أشكاله ولنأتي بالضروب، وهي أخي إما تكون موجبة كما تكون دون شك سالبة، وقد ترى كلية كما ترى جزئية أيضا، وهذا ما جرى. وكل واحد من الضروب يقابل الجميع في المكتوب، لذا ترى عد الضروب كلها 16 وعقيم جلها. لا بد للأشكال من إكمال شروطها وافهم بلا جدال، لا بد من ذلك في المكتوب قبل حصولها على الضروب. أول شكل شرطه إيجاب مقدم أصغر لا ترتب، مع جعل أكبر المقدمين كلية وافهم بدون مين. ذلك شرطه الذي إن حصل ينتج 4 ضروب وعقيل، ويعقم الباقي الذي قد كان يب من الضروب استبان. ولنأتي بالثاني الذي يشترط فيه اختلاف الكيف كن من يقسط. من الشروط أن ترى كلية كبرى المقدمات دون مريا، ذلكما شرطان انتجان 4 ضربا لشكل ثاني. وثالث الأشكال إيجاب مقد دم صغير شرطه ولتجتهد، مع كون أكبر المقدمين كلية وافهم أخي شرطين. وينتج 6 من ضروب بعد شروطه وتب من حوب، يمنع جمع الخستين الرابع إلا بصورة فقط يا سامع، وهي إذا الصغرى تكون موجبة جزئية يا ربي زدني مرتبة، وكانت الكبرى أخي كلية سالبة وافهم بدون مريا. بهذه الصورة كان ينتج رابع شكل 5 لا تخرج، ويعقم الباقي من الضروب. بينت كلا تبت من ذنوبي. أما نتيجة القياس لأخس مقدمين تابع وافهم وقس. إن كانت المقدمات تعلم فجاز حذفها وصل مسلم، وهكذا حذف النتيجة يرى مجوزا إن علمت فيما جرى. وتنتهي نتيجة القياس إلى الضروري بلا التباس، ذلك لا بد أخي وإلا فتنتهي للدور وافهم وعقلا، أو لتسلسل ترى النتيجة قد تنتهي ولتسمعي خديجة. فصل في لواحق القياس. وسمي هذا النوع من قياس مركبا وهو بلا التباس، ما كان من قيسة مركبة من حجج مقدمات رتبة، بحيث تقلب نتيجة القياس مقدما أصغر من عن فعل بس. من ثم يبدأ قياس آخر له نتيجة يراها الناظر، وهكذا تركيب حتى تكثر أقيسة القياس فيما ينظر. أما النتائج إذا لم تحذف فهي اتصال وافهمنا واعرف، أما إذا قد حذفت فهي إذن ذات انفصال يا أخي فيما زوك. والحذف والترك سواء، فالمرد قد كان معلوما لذي لب يقد. هناك ما سمي باستقراء لدى القياس نجنا من داء، وهو على الكلي استدلال بما هو الجزئي فيما قالوا. مثاله تحريك فك أسفل للحيوان عند مضغ مكل. وعد أيضا منطقيا في القياس، وهو لذو المقدمات في التمس، إذ حمل الجزء على الكل كما تقدم البيان فيما علم. وسمي تمثيلا قياس حمل جزء على جزء أياذا الفضل لجامع الإسكار كالنبيذ. قيس بخمر وافهاما تلميذي، لكنه منع في كليهما قطع ولا يفيد ولتفهمهما. أعني أخي التمثيل والاستقراء ليس بقطعي الدليل الأمراء،
إذ بعد اكتشف أن التمساح يحرك الأعلى ولازم الصلح، أي فكه الأعلى لدى مضغ الطعم. ذلك ما اكتشفه أهل الكلام. وعالم النبيذ ربما يرى أن ليس كخمر نبيذ وصبيرا، لذا فلا يقطع في هذين من القياس وابعدا عن مين. فصل في اقسام الحجج. وخذ من الحجج نوعين هما نقلية عقلية وافهمهما. والنقل قول كان من رب البشر، نقل قول النبي المشتهر، سواء القول يوافق العقول أو لم يوافقها فذا من النقول. والحجة الباقية النقلية، فخمسة أقسامها الأمرية. وعد أولاها خطابة ترى قول ولي صالح واستخبيرا، أو هي ظن صادق معهود وقوعه ليس له ردود. هذا القياس عند عامة البشر غير الفلاسفة مقبول ذكر. والثاني شعر وهو ما القلب جعل منبسطا ذا انقباض إن يحول. والثالث الجدل وهو ما عقل مشتهرا مسلما به قبل. والرابع الذي يسمى سفسطة، وهي ترى كاذبة ومحبطة، كنحو هذا ميت وكل ميت جماد من الأخير عن فعل غي. والخامس البرهان وهو أقوى أقسام حجة والأخضر روى، وهو مؤلف من المقدمة ذات اليقين، وهي من أولية ضروريات حيث لا يحتاج إعمال فكر دركها الحاج. كالقول إن الكل أعظم من الجزء وقس ما قلته بلا كسل. وهكذا الواحد للاثنين نصف، وفكر جيدا في ذين. وعد كالبرهان ما يسمى مشاهدات مثل جوع أسلمة. وهكذا الغضب والتلذذ، والكل حس باطني يؤخذ، بحيث للحجة لا يحتاج، بل هو في الداخل لا تحج. تعد برهانا مجربات من الأمور قالها الكمات. وهكذا تواتر كالبعثة للمصطفى رسول خير الأمة، برهانها اعتمادنا على سمع جماعات ما في مقالهم نزاع، لأنهم لا يتواطؤون على اختلاق كاذب أبين. تعد أيضا منه حدسيات، وهي على اليقين قائمات، كقولنا في الحدس إن القمر ليس له نور وكن معتبرا، بل ذلك النور من الشمس صدر، لا منه قد صدر هذا ما ذكر. وهكذا تعد محسوسات منه، وفيها لك تفصيلات، وهي أخي ما كان حسا ظاهرا كالحرق للنار وكن مصابرا. وشمسنا إشراقها لا يكتم، بل هو حس ظاهري يحسم. هناك في كيفية استنتاج نتيجة القياس والإخراج هناك خلف بين من يرد ذلك للعقل ومن يصد، أي بإرادة الإله، حيث علمت المقدمات في الزمن تعلم في العقل النتيجة. وذا رأي إمام الحرمين وخذا. هناك أيضا رأي شهري قد رد ذلك إلى العادي، بحيث قد لا يعلم البليد نتائج القياس يا مريد، وربما يعلمها ويجهل مقدماته، وذا قد يحصل. هناك رأي آخر يرد هو للتولد وذاك يبد، بحيث لا لله في فعل العباد الاختياري أي تأثير يرد، بل لهم تأثير في الأفعال الاختيارية والأعمال. لذا سيعلمون بالمقدمة نتائج القياس ذا من كاذب. هذا إلى المعتزلين ينسب. ولنأتي بالرأي الذي قد يوجب، وهو أخي المنسوب للفلاسفة، حيث يرون واجبا هذه الصفة. هم الذين آمنوا بالعلة فأوجبوا المعلول مثل الملة. فصل في خطأ البرهان. واعلم أخي بأنما البرهان يخطأ في المادة يا إنسان، والمادة اللفظ الذي يستعمل
أو قل أخي المعنى الذي سيحصل. يخطأ إن كان اشتراكا لفظهما. قد ألف البرهان منه فاعلما، أو ألف البرهان ذوال التباين، يصحبه الرديف كالمقارن. ويخطأ البرهان في المعاني بعد التباس وافهم وإخواني، بعد التباس كاذب القضية بذات صدق ليس فيها مرية، كمثل أن تجعل مثل الذات العرضية وانتظر ما يأتي، أو مثل أن تجعل كالنتيجة حدا وسيطا وافهمي خديجة. لا تعطي جنسا حكم نوع إن تر إصابة البرهان فيما قد ورد. يخطأ إن فعلته البرهان، لا تفعلا ذلك يا إنسان. وغير قطعي كمثل القطعي، لا تجعلنه وفهما بالسمع، فيخطأ البرهان. واذكر باقيا من مفسد البرهان يأتي تليا، وهو أخي إن فقد شكل ألد قد كان معروفا به وتأخذ، كعدم التكرار للحد الوسط، ذلك مفسد له دعي الغلات. يفسده في صورة كالأول عدم اتيان شروط واقبل، أعني أخي شروط إنتاج الضروب، راجع دروسها وتب من العيوب. هنا انتهى تأليفنا، والحمد لله جل أحد وفرد. وصل يا ربي صلاة تحمد على نبي اسمه محمد، وسلما عليه والآل الكرام وصحبه الأبرار خيار الأنم، وخير من خدمه في البر والبحر خادم رسول الخير، في 10 لآخر شهور ديسمبر قد تممت سطوري سنة جكشش لدى ليل الأحد، ولتقبلا خطي يا ربي الأحد 300 يليها 50 مع 7 أبياته فيما أبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إنشاط العقول من عقال الفضول في علم المنطق، تأليف محمد حوبل بن شيخ مصطفى حفص.